السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي اكله جميله. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض العيش السريع لسحور رمضان باللبن الرايب او البكاكين الفلاحي بطريقه سهله جدا وبسيطه، كمان طعمه حلو جدا هيعجبكم. وهنعمله في فرن البوتاجاز، وهعرفك كل تفاصيل الوصفه علشان تطلع ناجحه جدا معاكي من اول مره. ونبدا ونسمي الله. بس يا ريت لو اول مره بتشوفوا قناتي اتمنى اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. هنستخدم النهاردة 2 كيلو من الدقيق الأبيض، دقيق جميع الأغراض يكون منخول كويس. هنضيف عليهم رشة ملح صغيرة، هنزود كمان معلقة ونص كبار من الخميرة، هنزود معلقة كبيرة من البيكنج باودر، هنزود 3 معالق كبار من السكر، واختياري هنزود باكت من الفانيليا بيدي ريحة كويسة جدا وينفع تستغنى عنه. هنقلب المكونات كويس جدا مع بعض وبعد كده نبدأ نزود اللبن. هستخدم في العجن كيلو من اللبن الرايب، وبديل اللبن الرايب ينفع تعجني بلبن حليب وهيطلع كويس جدا معاكي، او ممكن تضيفي عليه كوباية من الزبادي علشان تاخدي طعم افضل لو ما عندكيش لبن رايب. هننزل بكيلو الا ربع من اللبن وهنسيب الربع كيلو على جنب لو احتاجته اثناء العجن هضيفه، ونخلط الدقيق مع اللبن كويس وهنشوف الدقيق هيحتاج لبن تاني ولا هيستكفى على كده. وطبعا زي ما اتعودنا قبل كده في وصفات المعجنات ان احنا بننزل باللبن او المية تدريجي لغاية ما العجينة تلم معانا، لان انواع الدقيق بتختلف في شربها للسوائل. وانا بخلط الدقيق مع اللبن حسيت ان هو محتاج سوائل فزودته الربع كيلو لبن اللي كنا شايلينه. نشيل المعلقة ونبدأ نعجن بايدينا علشان نتحكم في قوام العجينة. وعايزه اقول لكم على شويه بدايل واحنا بنعجن العجينه بالنسبه للبن. ينفع تستغني خالص عن اللبن تماما وتعجنيه بميه وهيطلع معاكي كويس جدا، بس هتزودي على الدقيق معلقتين كبار من اللبن البودر. وعملته معاكم قبل كده في فيديو بميه بس وكان كويس جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت لو حابين تشوفوه. وممكن تستخدمي نص الكمية لبن والنص التاني مية، وانا بفضل الطريقة دي لانها بتكون افضل كتير جدا في النتيجة بتاعة العيش بعد كده، علشان لما بنعجن بمية ولبن العيش بيقعد معانا فترة طويلة جدا من غير ما يبرول. لكن لو انت عاجنة بلبن بس العيش بيبرول معاكي بسرعة، خاصة لو انت عاملة كمية كبيرة من العيش ده. فخدي بالك من خطوة زي دي. نرجع للعجينة بتاعتنا، وانا بعجنها حسيت ان هي يابسة شوية فزودتها نص كوباية من اللبن وعجنتها كويس لمدة 7 دقايق لغاية ما تكون عجينة ناعمة وطرية بس ما تكونش بتلزق في الايد. هناخد قطعة من العجينة ونشدها بالراحة. لو اتقطعت معاكي بكل سهولة وحسيت ان العجينة من جوه مفرولة كده العجينة بتاعتك محتاجة ان هي تتعجن شوية كمان. قبل ما اعجنها تاني هزودها كوباية نصها زيت ونصها سمنة يكونوا متسيحين مع بعض، وبعد كده هعجنها لمدة 5 دقايق لغاية ما تكون عجينة ناعمة. وهسيب لكم في صندوق الوصف مقادير الكيلو للي حابب يشوفها. وبالنسبة لل2 كيلو دقيق اخدوا معايا كيلو من اللبن زائد نص كوباية من اللبن، بس مش هنلتزم بمقدار اللبن لان احنا عارفين ان انواع الدقيق بتختلف في شربها للسوائل، فالافضل ان احنا ننزل باللبن تدريجي. نشوف العجينة بعد ما اتعجنت كويس، خدت قطعة من العجينة وشدتها، شايفين العجينة ما اتقطعتش معايا وقد ايه ناعمة. كده نعرف ان العجينة بتاعتنا معجونة كويس جدا. نلم بقى العجينة ونغطيها ونسيبها تخمر. مدة التخمير حسب المكان والجو عندك، اهم حاجة تزيد في الحجم بتاعها. بعد ما العجينة خمرت هنفضي منها الهواء ونبدأ نقطعها لكرات تكون متساوية، كبيرة او صغيرة حسب رغبتك. انا هقطعها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده متوسطة. واحنا بنقطع العجينة بنكون محضرين صينية حاطين عليها فوطة، وبعد ما نقطع العجينة بنرص عليها وبنسيب مسافات بسيطة لان لسه هيخمر مرة كمان. وبعد كده بنغطيه بفوطة وبنسيبه لمدة 5 دقايق، وبعدين نبدأ على طول نشتغل فيه. نبدأ نضيف على الرخامة رشة دقيق صغيرة ونبدأ بأول واحدة احنا كورناها هتكون ارتاحت كويس معانا. هنفردها الاول بايدينا وبعد كده هنفردها بالمردنه، بس خدي بالك ان انتي ما ترققهاش علشان تطلع معاكي بعد التسويه كويسه وتكون طريه معاكي. وانت بتفرديها ممكن تفرديها على شكل دايره او بالطول حسب رغبتك.
وانت بتفردي العيش بتكوني محضرة جنبك صينية حاطة فيها فوطة، وبعد ما تفردي العيش بترصي عليها العيش وبتغطيه بفوطة تانية. وعقبال ما بتخلصي كل كمية العيش فرد بتكون اول صينية احنا عملناها خمرت معانا كويس جدا. بنبدأ على طول في التسوية بتاعتها. شايفين العيش خمر معانا ازاي وزاد في الحجم بتاعه؟ نشوف بقى التسوية المظبوطة بتاعته. بنجهز الصاج اللي هنخبز فيه العيش، لاننا هنخبز العيش في فرن البوتاجاز، والصاج ده بنكون مسخنينه كويس جدا. وبنرص فيه العيش، بس بنقلب العيش على ظهره، يعني بنخلي الوش بتاع العيش في ارضية الصاج والظهر بتاعه بيكون فوق. وبنكون مشغلين الفرن يسخن كويس جدا لمدة 10 دقايق، والنار من تحت بتكون على اعلى حاجة عندك. ولو الفرن بتاعك بيشتغل من فوق ومن تحت مع بعض يكون افضل علشان العيش ياخد تسوية بسرعة. وبندخل الصاج على الشبكة في الرف اللي في النص. انا مشغلة الشواية من فوق والفرن من تحت شغال علشان العيش ياخد تسوية بسرعة، لان كل ما كانت تسوية العيش معاكي سريعة بيطلع معاكي طري جدا. وبنفضل كده كل كام ثانية نحرك القرص علشان تاخد معانا لون بسرعة. وشايفين العيش نفخ معانا وواخد لون حلو قوي. دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نخرجه من الفرن ونكمل بقية تسوية العيش بنفس الطريقة. ولما نطلع العيش نحطه على بعضه علشان يفضل طري. وده كده الشكل النهائي بتاع البكاكين. شايفين قد ايه واخد لون كويس جدا من تحت ومن فوق، وقد ايه طري، والطعم بتاعه حلو جدا. والحقيقة ان كل كمية العيش كانت منفوخة معانا. اهم حاجة وانت بتفرديه بلاش ترققيه معاكي، وتسيبيه لما يرتاح كويس علشان يطلع معاكي منفوخ ويكون طري. وكمان اللبن الرايب مديله طعم كويس جدا. لو انت حابة تشيليه عندك في الفريزر هتسيبيه لما يبرد وبعدين تحطيه في اكياس وتدخليه الفريزر. وقت ما تحتاجيه بتخرجيه بيطلع معاكي ولا اكنك لسه عاملاه. ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقة والمقادير ويطلع معاكم كويس جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك.